السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل متابعيني عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده. بشكر كل متابعيني الجداد اللي انضموا لقناتي. ادامكم الله نعمة في حياتي، وربنا ما يحرمني منكم ابدا، وتفضلوا جابرين بخاطري يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في السودان، اللهم اصلح حال كل الدول العربية وجعلنا مترابطين لحد يوم الدين. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها، امين يا رب العالمين. هتتكلمي في ايه النهارده يا شيرين؟ انا عايزه اقول لكم ان انا فرحانه قوي فرحه زاهيه امبارح، وان زاهيه رجعت تاني بتضحك وفرحانه والتورتايه. وهتكلم في الدعم اللي جالها طبعا، اللي قنوات اللي مش رحمه نفسها بتتكلم فيه، وهتكلم على حاجات كتير. اتمنى من عيله داوود النهارده يسمعوها كلهم نفر نفر. والله العظيم مش هيخيب اللي هيتفرج على الفيديو ده. يمكن لعل وعسى تكون تذكرة ليكم قبل فوات الأوان. أول حاجة أتكلم عليها النهاردة هو الدعم اللي جه لزوزو. بألف هنا، بألف هنا يا زوزو، تستاهلي. وانت مش زي كل القنوات اللي بيجي لها دعم، أكيد زيك زينا كلنا. قنوات كل يوم بيجي لها وعندها والناس بتديها دعم، والله دي محبه. لان احنا لو نبص على الاحتياج فزوزو بسم الله ما شاء الله، لكن الدعم اللي بيجي لها جاي لها محبه يا جماعه. فاحنا ليه كارهين نفسنا وعمالين بنقطع فيها كده؟ والله العظيم اللي بيبص لحد في رزقه ده كاره نفسه اصلا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من بيبص لحد في رزقه، لان ده ارزاق ربنا اللي بيوزع يا جماعه، بيدي للي هو عايزه من غير حساب. تمام. فايه اللي جاي لها ومش جاي لها؟ شوفوا دلوقتي لو كان جاي الحلميه ما اعرفش ايه يا جماعه. احنا ما بنتكلمش على مين جاله ومين ما جالوش، احنا بنتكلم دلوقتي ليه لما بيبقى في مشاكل والاخت طالعه على اختها وهاينين بعض ومبهدلين بعض، نلاقي السوبر شات نازل يعني بيرف كده. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انتوا عايزينهم يقطعوا بعض؟ والله ثم والله ثم والله انا لسه سامعه فيديو حالا لزاهيه يوم الخطوبه بتاعه ابنها، وهي قاعده بسم الله ما شاء الله عليها واختها حلميه على نفس الترابيزه، ونرمين بتفرجهم على الفستان وبتقول لهم ايه رايكم في النيولوك كده؟ اعتبروني هتبقى اول واخر مره تشوفوني كده ليه، ومش اول واخر مره اشوفك كده ليه يا نرمين؟ ليه؟ ربنا يهنيكي بشبابك ويسعدك وتورينا وتلبسي في فرح اخوك وتتمتعي. فيها ايه؟ واحنا بنتكلم في كده يا نرمين؟ احنا بنتكلم انتوا ايه اللي داخل ما بينكم خليكم تخسروا بعض كده؟ صدقوني لو انتوا باصين للفلوس يا ولاد داوود، صدقوا الفلوس ما بتنفعش حد. والله العظيم الحرام بيجي ياخد الحلال معاه ويمشي، وكل واحد نيته ان انا مش هتصالح مع اختي عشان فلانه تغضب عليا. صدقيني فلانه مش دايمه لك اللي دايم لك اختك، فلان مش دايم لكم اللي دايم لك اختك وولاد اختك وفرحه ولاد اختك اللي بيموتوا فيك يا حاجه حلميه، اللي روحهم فيك. انا واحده من الناس، انا بعز خالتي جدا جدا، نفس معزه امي، نفس معزه امي بالظبط. مش هقول لكم اكتر من امي لان الام مفيش من بعدها معز. لكن انا شوفي بقى فرحه ولاد اختك وبحبهم بيكي قد ايه، وكل ده يروح، وكل ده عشان ايه؟ بتقعدوا ناس ما تسواش فردة جزمه. قسما بالله الواحد يستحرم لو شافهم في شارع يقول لهم السلام عليكم، السلام لهم حرام حرام. يطلعوا على اخواتك ويبهدلوها ويهينوا عيالها. وكذلك برضو لو في حد من يمة قنوات زي ارحموا 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 من في الارض يرحمكم من في السماء. كفايه لحد كده، كفايه. الواحد والله العظيم بيغلي من كتر اللي هو شايفه وسامعه. يعني دلوقتي انا كنت في لايف نعمه، عشان طبعا المتابعين اللي عندها حبايبي طبعا، ونعمه محترمه جدا نعمه داوود، واتكلمت معاه شويه خرجت لقيت نفسي رايحه على لايف تاني. انت مش عارفه انت قاعده كده ليه؟ انت مين بيتفرج عليكي اصلا؟ وانت مفكره نفسك واحده حد يتفرج عليه؟ بس الحظ لما بياتي بيخلي اللعمه ساعات. انت مين؟ انت مفكره نفسك ايه اصلا؟ انت قسما بالله لو لعنه ربنا نزلت عليكي ما هتبقى قادره تقعدي القعده اللي انت بتقعديها تاني، وتجيبي في سيره اللي رايح واللي جاي وسيره الخلق وتقطعي فيهم. انت بتقولي الحماده اديها بالجزمه، انتوا لو اهل مش هقول لك كده، لكن دي واحده غريبه اديها باوسخ جزمه. المفروض بقى ان زاهيه بقى تعوز جزمتها زفت وطين من الحمام وتيجي تديكوا على دماغكم على اللي انتوا عاملينه فيه. ليه اللي انتوا بترضوه على نفسكم ما بترضوش على الناس؟ ايه اللي فيكم ده؟ انتوا عايزين يموتوا بعض، يقطعوا بعض؟ انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه من العيله دي؟
يا حاجه حلميه ارجعي بالله عليك، ارجعي تاني، ارجعي لثوابك، واعرفي ان مش دايملك الا اهلك لا تهلك. المتغطي بالناس الغريبه عريان، المتغطي بالناس الغريبه عريان. انا مش هاجي الحقك، معلش مش انا غريبه، انا مش هاجي الحقك، لكن اللي هيلحقك اخوك او اختك. يا حماده ارجع لاخواتك وخليك معاهم قبل ما يفوت الاوان، واعتبر ان اللي هناء قالته كلنا يا سيدي غلطه لسان وبنغلط، كلنا بنتكلم وبنفضفض. ما احنا لو مسكنا كل واحد على الواحده يبقى لا احنا رايحين ولا احنا جايين، وحياتنا هتقف، والستات كلها تتطلق في البيوت، لان كله بيتكلم ومين ما بيتكلمش. بس يا هناء اياكم مسب الاعراض يا هناء. مين قال لكم لما سمحت لها اتكلمت؟ انا صدقت الليله دي كلها؟ انا ما صدقتهاش، بس انا ما ينفعش اتكلم عشان انا معايا ولايه، انا معايا ولايه، ونرمين لها حياتها ومتجوزه ولها بيتها، واللي ما نرضاهوش على نفسنا ما نرضاهوش على الناس. كل واحد عايز يشوف بعينيه الصح ويشوف بعينيه الغلط. انتوا عايزين الحقيقه، كله غلط. مين اللي صح؟ الصح اللي يصلح ما بينهم، الصح اللي يصلح ما بينهم، مش اللي يقل ادبه وعايز الدنيا تولع وعايز كله ياكل في بعضه. انتوا مستفيدين ايه؟ المشاهدات؟ ما كل يوم فضايح على اليوتيوب، ما ترحموا العيله دي شويه. ما كل يوم فضايح، ما تشوفوا حمدي ووفاء اللي هم عملوه مع حوارات، والليله اللي هم عاملينها دي كلها، وفي الاخر اتصالحوا، في ناس تقولك ده تمثيليه. لا مش تمثيليه، انا هتكلم، بس هتكلم فيديو تاني في الموضوع ده. تمام، انا بس بديكم مثل، ما تشوفوا الصدفه، ما تشوفوا زباله الصعيد اللي كل يوم عاريننا وفاتحيننا، ما تشوفوا انتوا ليه حاطين رياكتاتكم بس على العيله دي لما فركشتوها ودمرتوها وطلعتوا اسوأ ما فيها. سيادتك اللي قاعده بتتكلمي دي وبتقولي ادها بالجزمه يا حماده، ادها بالجزمه. طب المفروض بقى ان اللي انتوا بتعملوه في زاهيه تديكم باوسخ جزمه، صح ولا انا غلط؟ بس اللي ما نرضاوش على الناس ما نرضاوش على نفسنا، واللي ما نرضاوش على نفسنا ما نرضاوش للناس. صح ولا انا غلطانه؟ صح ولا انا غلطانه؟ عيب اللي انتوا بتعملوه ده انتوا في يوم هتقفوا قدام ربنا مش عارفه انتوا هتقولوا له ايه ساعتها. يا حماده ارجع تاني وما تصدقش. انتوا شهيره ديت بينها وبينكم عيش وملح، لكن كل اللي بيتكلموا دول شهيره دي جنبك. ده انت ممكن لو رحت خدت هناء ورحت زرتها وفضيتوا كل الحوارات اللي ما بينكم وتاسفتوا لبعض. شهيره اغلب من الغلب على فكره، اغلب من الغلب، وياما ناس كتير جم عليها وهنوه، ولما رجعوا لها تاني فتحت لهم ايديها وقالت لهم تعالوا وما فيش اي حاجه. اختك زاهيه لما اتصالحت معاكم المره اللي فاتت وبقيتوا كلكم كويسين مع حلميه، انا قصدي على حلميه، هي كانت كده كانت معاك ماشي، ايه اللي حصل؟ طب ما هي قالت لشارع يا شارع معلش ده شرط ان يعني ماليش علاقه بيكي وكل واحد يبقى في حاله واخواتي ومش اخواتي. وشارع ساعتها احترمت رغبتها وقالت لا طبعا اخواتك واهلك طبعا، يعني ما قالت لهاش لا وليه انا عملت معاكي وانت تعملي كده. ورغم لما برضو الدنيا قامت عليها، شهيره برضو صنت العيش والملح اللي كلته في بيتها او اللي زاهيه كلته في بيت شهيره وطلعت وقفت معاه. هل هي وقفت معاه عشان مستنيه حاجه من اختك؟ هي مش مستنيه حاجه من اختك على فكره، عشان انا متكلمه مع شهيره في الحاجات دي قسما بالله يا جماعه، ما مستنيه حاجه ولا زي اصلا لو جالها حاجه تدي لشهير. كل واحد طلع على اكل عيشه ورزقه، وكل واحد عنده عياله، وكل واحد فيه هموم الدنيا اللي مكفياه، كل واحد فينا عنده هموم ربنا وحده اللي عالم بيه. هو ليه النقد؟ ليه يا جماعه ما نبقاش حلوين كده ونصلح؟ ليه النقد ان انا عايزه اشيل الكل من بعضه وخلاص؟ اولا لما شريهان طلعت اتكلمت، شريهان محروا دمها من كل اللي هي شايفاه، كل اللي هي شايفاه كله غلط. لبنى عماله بتطلع في سكرينات. طب ما انت يا لبنى ما تبقي كويسه كده مع اخواتك وقولي للناس ديت انا بقى هتشوفوا انا هعمل فيكم ايه، وابقوا وروني محتوى بقى تطلعوا تتكلموا عليه تاني وتروحوا تتصالحي مع اخواتك كلهم وتبقي كويسه معاهم. الدنيا مش مستاهله. مصطفى اخوكي ده ممكن في زعله واحده من كل الحوارات اللي حصل دي راح فيه، هتدنيكي عمرك كله. كل يوم بيجيلك في المنام انا زعلانه معاه، انا اللي عملت، انا اللي خليت، انا اللي سويت. استاذ حماده انت بتتكلم على السب ومش السب وزعلان قوي. طب لما طلع اللي انتوا بتطلعوه ده على اللي بيدخل عندك وتقول له يا استاذ معرفش ايه، مش عايزه اقول اسمه اصلا انه اسمه عار اصلا لمصر كلها، وتحترمه. هو كان عامل لايف على حبيبه بنت اخوك. تعرف حبيبه وجعاني ليه؟ لان هي على اسم حبيبه بنت وقد حبيبه بنت. انت عيالك قلت عليهم قمه الادب والاخلاق والاحترام، وانا ما شفتش منهم غير كده، وانا ما شفتش من عيالكم غير كده. وانا عشان فاتحه قناه انا اعرف العيال المحترمه من العيال قلة الادب، واعرف العيل اللي بيبقى اسلوبه ايه من قدام الكاميرا واسلوبه ايه من ورا الكاميرا، عشان انا معايا عيال وعارفه. اما لو انت المكان اللي بيحصل ده كله كنت عملت، انت لو مكان زاهيه كنت عملت ايه؟ انت سمعت كلام مراتك وقالت لك شفت؟ طب ما محمد اللي كانت مدياكي فلوس وبعتلك، ما مدياكي ليه هنا؟ طب ما هي مدياكي عشان خاطر زاهيه، هي مدياكي عشان تعرفك انت،
لما علشان خاطر زاهيه. يعني لو كانت لطيفه عايزه تبعت لك يا هناء كانت هتبعت لك، وكانت زاهيه عمرها ما هتقول لا، لان ده خير جاي لاخواتها. يا اخت تكره، هي بتدفع من جيبها. وانا حد بيقول لي خدي يا شيرين روحي اعملي لاخوك، كتر خيركم، كتر خير. على الاقل اخويا هيشيلها جميله ليا العمر كله، لكن فلانه ما ادتنيش وما قالتليش ادي. طب انا هعمل ايه؟ هقطع من هدومي طب عشان ادي؟ ولا اعمل ايه؟ كل واحد فينا عنده بيت، وكل واحد فينا عنده احتياجاته، كل واحد فينا ماشي ربنا اللي ساترها بستره. والله العظيم احنا ماشيين ببركه ربنا. يعني الواحد لما بيشوف يا جماعه هو بيصرف قد ايه وداخل له ايه، بقول ايه ده؟ يعني ازاي يا رب؟ ده انت اللي مشيها لنا ببركتك يا رب، انت اللي مشيها لنا ببركتك. احنا مش عايزين النقد يبقى ردح وشرشحه وقله ادب وقذاره. احنا عايزين النقد ده نبص على الحاجات السلبيه ونعرف صاحبه القناه انتوا بتعملوا كذا وكذا وكذا، والحاجات الايجابيه نقول لهم برافو انتوا عملتوا كذا وكذا وكذا. ده النقد، مش النقد ان افرش لك الملايه واشخر لك واسب لك الدين واطلع رجاله عليكي. ده النقد يا استاذ حماده؟ واحد ما يسواش فرده جزمه يطلع يتكلم على اختك الكلام ده كله؟ ليه كده؟ الطرف التاني هيقولك ما فلان بيتكلم. يا جماعه يا جماعه قسما بالله وحياه لا اله الا الله، انا ما يعني انا عارفه زي عمرها ما تطلع حد، ولا عمرها تقول لحد اطلع اتكلم على اخوات. كان زاهيه وشارع كانوا في يوم من الايام اصحاب، كانت وشهيره بس مش اي حد تاني. الناس التانية طلعت عشان حاسه بظلم زاهيه، زي ما احنا كلنا حاسين، زي ما احنا كلنا حاسين. وانا عشان انظلمت كتير يا جماعه برضو في شغل على اليوتيوب، انا حاسه وحاسه ان انتوا والله انتوا من جواكم كويسين، بس انتوا ايه اللي مخليكم تعملوا في بعض كده؟ ده الدنيا مش مستاهله اصلا. رجعوا لبعض وخليكم حلوين، وانسوا كل واحد اخطائه، وانسوا كل واحد عيوبه. والله ان الشبكه اللي انا شفتها النهارده وكل واحد فيكم بيتكلم كلمه لابن زاهيه، يا نهار ابيض، قالت الدموع نازله من عيني. قلت هو ايه اللي وصلهم لكده؟ وليه؟ عشان شويه قنوات؟ سيبوا القنوات ورزقكم على الله، ورب العالمين اللي هيبعت لكم ارزاق واسعه طول ما انتم ماشيين في الخير وبتسعوا للخير وكرهتوا سكه الشر. ربنا هينجيكم وهيبعت لكم ارزاق واسعه يا ولاد داوود. كلكم هتقولوا فعلا كان كلام شيرين اسامه صح. يلا حبايب قلبي حطوا اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناه، ودمتم في رعايه الله واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.